السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد الحنجور وهنتكلم في حلقة جديدة على قناة عظماء بلا مدارس. شبرا من أكبر أحياء القاهرة من حيث عدد السكان اللي بيوصل 2 مليون نسمة، وشبرا معروفة إنها مصنع الرجالة، وعشان كده ملقبة إنها حي الجدعان، وتقريبا مفيش حد في مصر أو الوطن العربي إلا وسمع عنها. فتعالوا نعرف إيه قصتها. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. شبرا معناها في اللغة القبطية العزبة أو القرية، وفي العصر الأيوبي كان معظم اللي عايشين فيها مسيحيين، يعني معناها عزبة المسيحيين. بس إيه بقى قصة الخيمة في اسم شبرا الخيمة؟ في يوم 8 بشمس من كل سنة، بشمس ده شهر قبطي بيجي من 9 مايو ل 7 يوليو، وده بيكون فيه موسم حصاد القمح. حتى الفلاحين بيقولوا بشمس بيكنس الغيط كامل على أساس إنه حصاد بقى وكده. المهم إن في يوم 8 بشمس من كل سنة المسيحيين بيحتفلوا بعيد الشهيد، وكانوا بيتجمعوا على شط النيل، والمسيحيين من كل سكان مصر كانوا بييجوا ينصبوا خيم يقعدوا فيها لأنهم مش من سكان القاهرة، وعشان كده بقت اسمها شبرا الخيام اللي بقت بعد كده اسمها شبرا الخيمة. وعلى فكرة في فرق بين شبرا مصر وشبرا الخيمة، الاتنين جنب بعض بس شبرا مصر دي المنطقة من ميدان المظلات لحد ميدان أحمد حلمي، ودي بتتبع محافظة القاهرة. وشبرا الخيمة اللي هي ميدان المؤسسة وبتتبع محافظة القليوبية. وهنتعامل في الفيديو إنهم حاجة واحدة لأن كده كده جنب بعض وعشان محدش يتلخبط. شبرا ازدهرت في عهد محمد علي باشا لما اختار أرض مساحتها 50 فدان، وقرر إنه يعمل فيها القصر بتاعه، وزرع فيها أشجار وعمل فيها بساتين. عشان كده كان بيسكنها الأغنياء والأمراء، وده لأنها كانت منطقة هادية بعيدة عن الزحمة. وشارع شبرا كان أوسع شارع في مصر، كان الأمراء بيحبوا يتحركوا فيه على ظهر الخيل وعربات السوارس. أمر محمد علي بعمل شارع من قصر عابدين لقصر شبرا، وأمر بزراعة أشجار الجميز والمانجا على جوانب الشارع، واتعمل ترعة مخصوص عشان تروي الأشجار دي، وكانت اسمها الترعة البولائية، دي اللي موجودة باسمها لحد دلوقتي. شبرا طلع منها مشاهير كتير زي الشاعر إبراهيم ناجي والمفكر جمال حمدان، وممثلين زي نجيب الريحاني وسعاد حسني ونبيل عبيد ويوسف شعبان، وكمان وائل نور وماجد الكدواني وياسر جلال وأخوه اللي ربنا يهديه رامز جلال، ومطربين زي مدحت صالح وعامر منيب ومحمد محي وهشام عباس، والمخرج فاطمة عبد الوهاب وخير بشار. وطبعا طلع منها كمان ملك الموسيقى بليغ حمدي، ولاعيبة كورة زي مارادونا النيل طاهر أبو زيد، وبيكن باور الكرة المصرية مصطفى يونس. وكمان اتولدت في شبرا واحدة من أشهر الفنانات في العالم، وهي المطربة العالمية داليدا، اللي قالت ده في نهاية أغنيتها الشهيرة أحسن ناس. وفي أكتر من عمل فني كان بيحمل اسم شبرا، زي مثلا مسلسل بنت من شبرا اللي تم إنتاجه سنة 2004، وده كان من بطولة ليلى علوي وطارق لطفي. ومسلسل دوران شبرا اللي تم إنتاجه في 2011 ومن بطولة عفاف شعيب ودلال عبد العزيز وهيثم زكي ومحمد رمضان. ده غير كمان فيلم هندي اللي كانت أحداثه بتدور في حي شبرا، وده كان من بطولة أحمد آدم وصلاح عبد الله. إنما أشهر عمل فني اتعمل عن شبرا هي أغنية ريكو، شبرا وبنات شبرا، سبتية والحتية. وطبعا الأغنية دي بقت منتشرة جدا في الأفراح في الفترة الأخيرة. ودي كانت قصتنا النهاردة، شكرا ونشوفكم في حلقة جديدة.